نفسك تاكلي كبدة اسكندراني وما عندكيش كبدة؟ الشيف أبانوب حللك الفكرة. يلا لايك وكومنت وكمان شير. عندي راس توم هنزل عليها بملح وكمون وكمان كزبرة ناشفة وفلفل اسود وشوية من الخل، وقلب يا باشا الدقة بتاعتك أو التتبيلة الحلوة دي. عندك بقى كبدة؟ لا ما عنديش. عندي بقى كبدة فراخ، عندي. هاخد بقى كبدة الفراخ دي الحلوة واقطعها عصافير زي ما انتوا شايفين. تمام، شايفين دي الحتة اللي أنا لازم أقطعها فيها، وأبدأ كده أقطع كل الكمية اللي عندي. طاسة على النار، هنزل كده بشوية من الزيت يكونوا حلوين. أول ما الطاسة تسخن هنزل بنص التتبيلة، وقلب بقى يا باشا علشان الجيران تعرف إنك عامل كبدة اسكندراني بس كبدة مش حقيقية. هبدأ بقى أنزل بالكبدة بتاعت الفراخ اللي أنا قطعتها. طبعا ما أقلبش فيها كويس، ما أقلبش فيها كتير علشان ما تتهريش. شايفين الكبدة حلوة وجميلة وزي الفل. نزلت عليها فلفل أخضر وفلفل حار، ويلا بينا ادي نص التتبيلة التانية على الكبدة، وادي التتبيلة التمام وشربت كل السوائل اللي فيها. افتح يا باشا الفينو بتاعك، حط بقى الكبدة وادعيلي، بس ما تنساش تعمل شوية طحينة، ولو خفيفة منك تقلها. كان معاكم الشيف أبانوب، والنهاردة عملت أسهل سندوتشات كبدة اسكندراني مش حقيقية عشان أعملها بكبدة الفراخ. يلا كلوا وادعولي. كان معاكم الشيف أبانوب.